وبالرغم فينا هما الشرطه في الوطنيه نفس المحامي كاملين نفس المحامي كاملين وواحد القضيه وتيتفرقوا تيدير الشك ديالو على بايو وتيفرقوا عباد الله تيقولوا غادي عند فلان صيفطوا لي تيصيفطوا ليه 6 مليون 4 3 5 تيجي عندك ب 10 مليون 20 مليون دابا هادو كاملين حوالات ماليه بالكونت بالسميه ونزيد لك بالكونت بالسميات. السلام الله عليكم اخواني اخواتي، حياكم الله ومرحبا بكم معنا في قناه المنادي تي في. في هذا الفيديو هذا غادي تسمعوا لمحمد المديمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، معتقل سابقا في شي امور خطيره وقعت له هو والمحامي زهراش عبد الفتاح زهراش. اللي ما كيعرفش المحامي عبد الفتاح زهراش هو محمد المديمي. كيوقع لهم واحد القضيه اللي غيحكيها محمد المديمي، قضيه فيها النصب والاحتيال والاتجار بالبشر. عبد الفتاح زهراش في ورطه بعد ما محمد المديمي خرج بهذه الادله والوثائق اللي هما حوالات ماليه كان كيتسلمهم عبد الفتاح زهراش. غنخليكم مع محمد المديمي اللي استضافوا حميد المهداوي في القناه ديالو كيعاود هذه الامور كامله. تابعوا الفيديو الى الاخير، فرجه ممتعه. الاعتقال ديالي جا عندي هذا المحامي، كان عندي محامي المركز الوطني لحقوق الانسان، جا عندي هذا المحامي وشي محامين اخرين، عرض علي نفسه قال لي ودي النوب وكلت لي واحد السيده كذا عطاتني 10 مليون. قال لك اقسم لك بالله ايوا راه صريح معك. شوف انا انسان عطاني 10 مليون انا غنوب عليك. قلت له مرحبا وتنوب على الدوله وعندي علاقات مع المسؤولين ومع الدوله. قلت ربما شي هذا الصراع اللي عندي هي محلي، هاد وكاله مراكش ومع شي وحدين في مراكش تما، ربما شي ناس حكماء في المركز سيما انه دار واحد التقرير بحث اجتماعي غادي المدينه راه انسان شريف ما شفار ما والو ما على الذمه ديالو بيع الوطني ديالو. قلت له مرحبا ناب عليا. ولا صراع بين المحامون، دوك المحامون المركز الوطني ناط الكيرة مشاو فحالهم، محامون اخرين مشاو فحالهم، ناط واحد الوقت صراع حتى مع الهينين مع السناوي. بقى هذا المحامي بوحدو تيقول لي راه كلشي تخلى عليك انا اللي معاك، كلشي تخلاني معاك. تنقول لي واه تنتكلم معاه في التليفون تيقول لي كلهم مشاو. العشرات ديال الرواسه شي كامل ما يناهز واحد اشي فيه 10 مليون. شحال في هذا الشيك 10 مليون وبالاسم وبالرقم فينا هما الشرطه في الوطنيه نفس المحامي كاملين وواحد القضيه وتيتفرقوا تيدير الشك ديالو على بايو وتيفرقوا عباد الله تيقول لهم. ومصيبه كحله هو ان هذه ورقه الزياره هي اللي بغيت تجي ورقه الزياره ورقه الزياره ديالي منشوره حاليا في الانستغرام حاليا. دابا المحامي كيزور المحامي تيقول عباد الله غادي عند فلان صيفطوا لي تيصيفطوا ليه 6 مليون 4 3 5 تيجي عندك ب 10 مليون 20 مليون تيجي يزورك كل زياره كل زياره. هي تندير تيوليو واش يقولوا يا ربي المديمي دير اضراب الطعام. علاش؟ شوف السي المديمي والعهده عليك ياك اش عهده الوثائق هما السي حبيبي. اي انا كنشوف دابا هادو كاملين حوالات ماليه بالكونت بالسميه ونزيد لك بالكونت بالسميات. واحد القضيه خص تعرف، هذا هو الخلاف ديالي مع هاد اليوتيوب كاملين ومع هاد القيام هذه. شكون جاب لي هاد اليوتيوب في النهار الاول؟ شحال مسؤول دابا تيقول لك لا راه هذاك اللي في الميريكان ولا الاخر صاحب المديمي. انا ما عنديش بهم علاقه، والله ما عندي علاقه بهم لا من بعيد من قريب. كندير غير الفلوس. تنتعامل مع الصحفيين قبل الاعتقال ديالي، صحفي مهني على في اطار المعقول. تصور معايا ملي خرجت من السجن جاو عندي مجموعه ديال الناس، واحد 700 ولا 1000 ديال البشر. شكرت الناس. نهار جا عندي هذا المحامي جاب لي هاد 16 يوتيوبر 17. شكون هذا؟ مول فلان. شكون هذا؟ مول الطاقيه. شي قنوات اش يدير هذا؟ شيفور. شي هذا خرج من الحبس كان شفار. اش يدير؟ عندهم قنوات اليوتيوب. واش بينه وبينهم اللي في الريف؟ فوقاش بدا هذا التلقي هذا من البدايه حتى الاخر. ملي خرج مشى هذا المحامي هذاك الله يكثر خير، مشيتي عنده؟ مشيت عند البيرو. تيسمح لي شريف ديتي من عند الوالده 4 مليون مخلص من الوالده وديتي كاين ما يتبت كاين الشهود وكاين الناس حاضرين. بلاتي حيت انا بغيت نسولك واحد السؤال. دابا انا في القانون هذا السيد يعني واش يمكن واحد اخر يخلص عليه؟ انا نجاوبك. خدا من عند الوالده 4 مليون من عند امك تيقول لها وجدي ليا قدام الناس، وتسلف عند اختي اللي هي ربات بيت 4 مليون. هي 8 وتيعيط عباد الله تيقول الوالده قولي فلان وجد ليا وتيعطيو الناس. فيما يخص الشق القانوني القانون المنظم رفع الخامس هذا حسابات. يجب على المحامي ان لا يتسلم في نطاق نشاط مهني اي نقود او سندات او قيم الا مقابل وصل مرقم له نظير. يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التاليه: اسم المحامي واسم الطرف الذي قام بالدفع او التسليم وبموجبه وتاريخه وكيفيه الاداء. ماده 55 يجب المحامي ان يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزه عليها في دفتر الحسابات اليوميه المعد من لدن المجلس لها او الذي وافق على نموذجه المؤشر عليه من لدن النقيب. يجب عليه ايضا ان يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل. دابا هذا المحامي جبتي شكون هما الناس اللي جالسين بالفلوس في كاينين بوليزاريو
في الشيشان في كاين هاد الناس. لا تم المشرع تيقول طرف، يعني ما حددش الموكل. لا اسمع الفقره الاولى اسمح لي الله يخليك اسمع. يجب عليه ايضا ان يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل. اش هو الموكل ديال هاد الناس؟ مواد 10 مليون يجيو سميتها درت 10 مليون شنو المقابل؟ لا انا نسولك سؤال اخر اللي مهم في القانون. هل هاد الاموال منين تلقاها واش انت قبلتي مع هاد الاشخاص؟ هذه هي اهم نقطه. اسمع الكلمه هذه. لا جاوبني على السؤال. كمل لك جاوبني على الله يرحم بك. واش وافقتي؟ ما موافقش السي، راه الوثائق ديال تسربوا لي، الوثائق تسربوا لي ولاو هاد الناس. دابا القانون اش كيقول في الاعراف؟ نقول لك ملي كيكون المحامي شد فلوس على شي موكل خاص يجي عند الموكل ويقول له صفاتنا. الله يطول عمرك اسمع لي. يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابيه من مداخيل ومصاريف للمكتب وودائع حسب تسلسلها دون بياض، طلبي ما يخليش، او تشطيب او زياده بالطره يبين فيه بصفه خاصه موضوع كل عمليه بايجاز ووضوح ومبلغها واسم الطرف التي تمت في اسمه وتاريخ وكيفيه ادائها. يجب على المحامي عند وقوع اي خطا في التدوين الى ذاك الريجستر خطا ان يدرك كذلك في الابان في صب السجل. يتضمن الحساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقه به. واش من طبيعي تكون تطلب على شي معتقل وتشد الفلوس من العالم باسره وتفشي؟ هذه وثيقه خصني انايا، هذه خصها الزياره تضرب في الواتساب دابا المحاضر ديالي تقراو، المحاضر ديالك تقراو. عرفتي هاد التحويلات الحوالات مثلا يقدر يكون شدهم هو في سياق اخر ماشي انت باش عرفتيهم عندهم علاقه. شكون يعطيني انا هاد الناس؟ شكون يعطيني يقدر يكون شدهم في سياق اخر. لا شكون يعطيني انا هادو؟ شكون اللي عطاهم لك؟ كل مره صيفطت الفلوس تصيفط لي مسكينه صيفط لي. كل مره صيفطت الفلوس صيفط لك. والاوديوات عندك اوديوات؟ عندي اخلاقي ما كنشربو. سلفيني يعطيني، سلفيني يعطيني، وكاينين العشرات هو صوت المحامي كاين؟ صوت المحامي وكاين العشرات حتى الشهود حاليا يجيب لك 60 مرة كاينه دابا حاليا. بالتالي كنتي حقوقي ما ترضاش انك تكون عرضه للاتجار والمزايده والبيع والشراء. وهذيك 4 سنين كمل انا كيفاش ديك كذا انا عشان نصلي ونطلب الله تعالى. زعما خرجتي حتى اكثر من هذا داروا مساطير دون علمي. علاش؟ دار لي الافراج مقيم بالشروط. نفس المحامي قال لي في التليفون درت لك الافراج مقيم بالشروط برضاك ما فراسيش. وانا رافض الافراج مقيم بالشروط، يا اما برؤوني يا اما دينوا نتلاقاو عند الله تعالى. ودار لي قال لي وفي التليفون كان مكالمه بينه وبينه في التليفون ديال السجن كنديروا انابه قضائيه. واحد المره عيطت لي في التليفون قلت له سربتي لي المحاضر ديالي والوثائق ديالي تقراو في اليوتيوب. قال لي قد اكون انا وقد اكون لا انا. قال لي غادي شي السيد الوكيل العام ودير اضافه الطعام. قال لي بغيتشكي بالدفاع ديالك بغيتشكي بيا. مني خرجت تفاجئت ان هذا الشيء عمر ما كان. دابا حدات الريف كاع الناس ديال الريف اللي كانوا في الحسيمه ومعروفين العائلات ديالهم والاسر ديالهم في الشمال ومسؤولين ما كانش هادشي ديال الوثائق. ما كانش حرام هادشي والله الا حرام بالله حرام. لان شنو هذا؟ راه هذا ارتجار البشر. واش نعتبر هاد الاموال تبيد الاموال؟ انا عندي 600 فلوسي يقدر تكون 4000 فلوسي تقدر تكون 4000. كاين حديث ان كاين مليار ونص اللي تشدات وتقسمات. ونقول لك واحد اكثر هذا يقدر السيد الوكيل العام يدير بحث تلقائي او مصالح الفقه الوطنيه اللي ما لها اختصاص. تشدات 25 مليون من وزاره الثقافه فهذا كنت ديال المحامي. شحال؟ 25 مليون تشدات باعاز مهم تدخل مع عند وزير الثقافه وداز الكونت ديال المحامي. وزير القديم؟ لا هذا الحالي عطاه لهذا المحامي. عطاه هذا المحامي كدعم باش يدير واحد النشاط تزامنا مع عيد العرش. وهذيك 25 مليون تقسمات بينه وبين اليوتيوبر اللي كاين في ميريكان. شكون هذاك اللي ما يتسماش 25 مليون المحامي هو اللي تكلف هذا. شنو هو الدليل ديالك؟ عندي دليل. عندي دليل اعترافات دقيقه وداروا داك النشاط. السيد الوكيل العام يشوف الكونت بقى فيه اما يدير الكونت بقى فيه 25 مليون او 23 مليون المال العام. هذه راه جنايه نهب المال العام. 25 مليون 25 مليون بعله عفاك. هذا التجار فاش؟ التجار في عيد العرش ديال الملك عيد العرش. ولا يقدر يكون دار نشاط ما عادش الحق وزير الثقافه يمول واحد النشاط خارج ارض الوطن اللي تيمولوا هما القنصليات اللي عارفين هذاك النشاط واش فيه مغاربه ولا فيه بوليزاريو ولا فيه ايران ولا فيه. انت ما عندكش الحق تمول واحد النشاط وما كاين حتى جمعيه. يجيك واحد حتى غدا يجيب لك واحد من الاتحاد السوفيتي ونجيبوه عند السي بن سعيد اعطيني مليار بغيت ندير واحد النشاط. فين هذه الجمعيه هذه؟ كاين اموال طائله على اين قسموها بجوج. قسموها بجوج 25 مليون. قسم لك بالله. وهذاك مول اليوتيوبر المعلوم اللي في ميريكان ما تسميش عافاك كان عيط لي قال لي اجي البيرو عندي كاين كاوكاو الحلو. وسولوا الناس ذاك مول اليوتيوبر شنو هو كاوكاو الحلو. قال لي ما ودي 25 مليون او 23 مليون درنا واحد الطراب. قال لهم انا كنت نسب مهدي بن سعيد. قال لهم هذا اليوتيوبر انا كنت نسب مهدي بن سعيد. وجا عندي هذا المحامي قال لي عار الله راه ولدي مستشار مع مهدي بن سعيد دابا كتسبوش نحتاجوه. قال لي لا اخويا قول لي يدعمنا. قال لي مرحبا. دار لونتيت ديالو هذاك وعطاه لوالده
مهدي بن سعيد داز 25 مليون في الكونت عند صاحبنا وتجمعات وطوات وتقسمات على جوج. فين هو هذا النشاط؟ عاد باش تدعم جهه ولا بلديه ودير نشاط كيتشارج وطلب العروض وهذاك النشاط واش دار ما دار على اين. ملي خرجت لقيت مجموعه ديال الوسائط تنشوف فيهم نتالم، تنقول واه انا عمري ما بعت في مصير الناس وشهد الله، درت وقفات مسيرات، كسبت عداوات مجانيه مع مسؤولين ما عندي بهم لا نقه ولا جمال، دفاعا عن القضايا ديال المواطنين، القضايا الاجتماعيه وغير ذلك. تنولي انا اداه تجار 600 روسي وقلت شحال مره في اليوتيوب وقلت لك واقع عباد الله وحرام. غنولي نرجع معك لهذا السؤال مره اخرى باش ندقق معك مزيان. شنو دابا هذا المحامي مثلا الا كان هذا الشيء صحيح، الا كان واش غيجي يطرف عليك فابور؟ كيفاش باش غيتحرك؟ باش الناس كيخلصوا عليه باش غيدافع عليك؟ وهذاك ولاتي النهار الاول قال لي قبض 10 المليون، قال لي واحد السيده وكلاتو ب 10 المليون مزيان، عطاتو الوالد 4 المليون هي 14، خدا 4 من عند اخت عندي هي 18، واش انا سي قلب هذا موني سكوبار تلقى ديال شي محامي ب 6 مليون ولا 7 مثلا؟ انا رئيس الجماعه عندي المال العام، انا حقوقي. الا كتقول انت حقوقي ودولي ومحامي دولي ما قالكش 18 مليون، 8 من عند الوالده و10 مليون عند السيده هي 18. 18 امك مسكينه ما عندهاش. اختي عندها، اختك حتى هي يلا وطلع في قناه انا وياه في واحد القناه في اليوتيوب وقال لي غادي نرد لك سيري ديالي خدتك حتى غدا قدام الله، سير دير بالفلوس، سير ديهم. قلت لي انا تابعك حتى غدا قدام الله تعالى لان غدا خصنا باش نكملوا. بالتالي هذا الشيء اللي اش دار المحامي، شفت عنده البيرو قلت له الله يخليك عطيني ورقتي اللي باقي شنو عليا وانا ما قاتلك يدي، لقيتو جميع الملفات فيما كان شي ملف فيه محمد المديني النيابه على محمد المديني. دار لي واحد مجموعه ديال لقيت شكايات د واحد خيتي ولا ابو سعاده في قبرص ولا في كاينه، دار شكايه بسميت الوالده وشي 6 شكايات بيا انايا بسميتي ما فراسيش. لقيت شكايه بسميت واحد المحامي حليم اش كبير بسميتي انا وانا ما استمعت للضبيطه القضائيه ما والو، انا معتقل نخرج نلقى شكايه محامي وهذيك قبرص والاخرين شي 16 واحد. كيف سميتك ولا ماشي كيف سميتك وتيقول عباد الله صافي يكونوا هانيين.